انا فرحان بفرحه الزمالك او فرحه جمهور الزمالك بالتعادل مع اعظم نادي في الكون، هو النادي الاهلي. وعايز الاحساس ده بقى ينتقل الى لعيبه النادي الاهلي. شايفين عندهم القطه بجمل، شايفين بتعملوا ايه؟ بتعملوا من اللا شيء شيء. ودي الكلمه دي قلتها من 3-4 سنين على الجيل ده. انتوا مشكلتكم ان انتوا بتعملوا من لا شيء شيء، فاتمنى ان انتوا تتعلموا من الدرس بتاعكم. اداره نادي الاهلي ومن على راسهم الخطيب هاجمناهم الفتره اللي فاتت، ودلوقتي بقى عملوا يعني صفقات من نار. وماذا بعد؟ اتمنى ان انتوا كلاعيبه نادي الاهلي تتعلموا. اتمنى من كولر اللي هو يبدا يعيد حساباته من اول وجديد. عايزين نقفل صفحه الزمالك دي اطلاقا، وعايزين ناخد منها الايجابيات وليس الا بس. عايزين بعد كده منظورنا بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك امبارح نبص بقى الكولر ببصه تانية خالص شويه بقى، اللي هو انت جبان قدام. انت بتعرف تاخد بطولات، يعني انت كمدرب بتعرف تاخد بطولات، بس انت جبان قدام الزمالك. انت بدأت تعمل عقده نفسيه لجمهور الاهلي ولعيبه الزمالك قبل ماتش الزمالك، ايا كان الزمالك مستواه ايه. خلينا نكون صراحه وواضحين في النقطه دي. لازم الفتره الجايه نبدا نضغط شويه على كولر كجماهير وكرجاله السوشيال ميديا بقى، ان احنا نضغط على كولر في حته تغييراتك غير منطقيه. حته انك تحب وتكره ده حاجه مرفوضه عندنا في النادي الاهلي. حته اللي انت عمر الساعي ما بيلعبش، كريم الدبيس لما بيبدا يكون كويس بتحطه احتياطي. في حاجات بتحصل كده بتخلي الواحد مالك في ايه. بيسيرو امبارح عمل عليك ماتش من لعيبه يعني نص طاقه زي ما بيقولوا. فاحنا عايزين الفتره الجايه نبدا ناخد بالنا بقى. احنا خلاص داخلين على اخر 10 مباريات للدوري، ان انا دايما بسميه خطفه وقومه. احنا دلوقتي الفرق بيننا وبين بيراميدز لو فاز النهارده على طلائع الجيش، الفرق بيننا وبينهم 3 بونت. انت قدامك ماتشين في النص الدور الاول او النص الاول من الدوري، وقدامك 8 مباريات من نار. يبقى انت كده قدامك 10 ماتشات حياه او موت. مش عايز دلع، مش عايز لقطه، مش عايز تهاون، عايز روح الفانيلا الحمراء، عايز اللعيبه تنزل تاكل النجيله، عايز دعم. كل اللعيبه بتدعم لبعضها في الملعب. ما يكونش كراديشار امبارح عمال يتحرك يمين وشمال ومحدش كان بيعبره بباصه. في نقط كده بتخلي الواحد ايه، لا مش عايز بن شرقي يتهاون في الدفاع عشان الجون دخل بسببه. ومن الناحيه الثانيه مش عايز الشحات يتهاون في الدفاع عشان بن شرقي المفروض كان ماسك عمر جابر، ومن الناحيه الثانيه حسين الشحات كان ماسك بن تايك. دي مش عايزها. انزلوا يا جماعه اللي انتوا يعني بتلعبوا ريال مدريد، انزلوا كانكم بتلعبوا في كاس العالم للانديه. يعني انتوا واخدين الدوري المصري ده اللي هو ايه، صباح الفل، يعني هنجيب جون في اي لحظه. لا. ويا رب يعني يا رب اللي احنا نعدي بقى الفتره الجايه دي بقى ايه، ولا لسه هنلعب الزمالك تاني في الدور التاني. فعايزين بقى ايه نبدا نتخطى حته الايه، العقده النفسيه اللي صنعها كولر، ولا هي صنعه فيك. اراك ضحكه.